السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتنا وأشقائنا في مصر. كيف حالكم؟ والله أنا بدي أسوي هالفيديو لأشقائنا في مصر، كل الأشقاء، كل جماهير الكرة المصرية. إحنا لما قررنا نعمل نادي في الدوري المصري ونستثمر أموال في النادي المصري في الدوري المصري، عشان نعلي من قدر وقيمة الدوري المصري ماديا واحترافيا وتسويقيا. ولكن فوجئنا بمقابلة غير مرضية. احنا اشترينا هذا النادي من اخ شقيق لنا في المملكة، وقال لنا ان النادي مسوي معجزات في الدوري المصري. قلنا ماشي، يلا بينا. على رأي اسمه ايه ده، باسم سمر، يلا بينا. اشترينا النادي ودخلنا في المعترك الكروي. فوجئنا بحالة من حالات الكره الغريب، يعني ما عدا جمهور واحد، يعني الجمهور اللي بيحبنا وحاليا يقف خلفنا وقوف شديد، الجمهور الزملكاوي الجميل المحترم، ولا رغم اني اعتب عليه في شيء بسيط. يعني اما قال المعلق الرياضي، شنو اسمه الكاشف، أيمن الكاشف، لما قال في المباراة الأخيرة بيننا وبين فريق الأهلي، قال هذه هي مباراة القمة الحقيقية. الراجل والله ما قصر، بيوصف حالة، بيوصف حقيقة. فريقنا فريق يتصدر الدوري المصري، وفريق فريق الأهلي المصري في المركز الثاني. إذن هي مباراة قمة، الأول المتصدر نحن، وفريق الثاني رقم 2 في المركز. وكنت أتمنى ألا يعترض الجمهور المحترم، جمهور نادي الزمالك الشقيق المحترم، كنت أتمنى ألا يعترض وألا ينتقد هذه المقولة. ويا أخي يعني نسويها مع بعضينا، ما في داعي للسوشيال ميديا، نسويها مع بعضينا. يعني أنت معترض قل لي، نعمل تواصل مع الجماهير، نزود سندوتش حلاوة، واحد بسطرمة بالبيت ده عادي، يعني 100 جنيه لكل فرد فوق اللي بياخدوا مع التذكرة عادي يعني. لكن ما تستاهل كل هذه البلبلة اللي بيقولوا عليها. احنا من بعض، احنا وجمهور الزمالك وفريق الزمالك لنا وجهة نظر واحدة ولنا منافس واحد، فما هتفرق الحاجات البسيطة دي. يعني بدل 3 ولا 4 سندوتشات نخليهم 5 عادي، ما هتفرق. 6 يا أخي، ما هتفرق. نزود الباكج شوية، نزود السالري شوية، ما هتفرق. وبعدين انت يعني لو بنحسب بالضبط، انت يا أخي واخد، كل واحد واخد تيشيرت للنادي ثمنه لا يقل عن 350 جنيه بالمصري. ولاحظنا ان في المدرجات بعض الجماهير لا ترتدي هذا التيشيرت. يعني انت بتاخد التيشيرت تبيعه ولا تعمل بيه ايش؟ والله لما، ومع ذلك ما وقفنا ولا قلنا فين التيشيرت وفين الحاجات دي. يعني اشقاء مصريين، اخواتنا، حبايبنا. ولكن كل ما يهمني الان ان ارسل رسالة الى الفريق الثاني اللي هو قلنا شو اسمه، قلنا فريق الاهلي المصري. النهاردة احنا لعبنا في بطولة كأس مصر، وغلبنا 4 أهداف
دون رد. سوينا ايش؟ 4 أهداف دون رد. قتلنا الفريق اللي قدامنا، فريق النصر، هذا الفريق القوي ذو التاريخ. أكبر دليل إن هذا الفريق طلع منه الكابتن رئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. 4 أهداف دون رد. احذر 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 يا نادي الأهلي، أمامك مباراة معنا يوم 22. احذر تماما من فريق بيراميدز. والمباراة السابقة اللي كانت يوم الجمعة خدتوها بالصدفة، يعني خدتوها بالقضية عادي، ما تفرق معنا، ما سوت فينا شيء. هذه القضية ما سوت فينا شيء. هو مجدي قفشة يعني حاجة عادية عابرة، لكن إذا تكررت هذه القضية في المباراة القادمة أعتقد أني ما هشوف قدامي، وسوف أضطر آسفا إن أنا ألغي كل استثماراتي في الرياضة في مصر. أنا بدأت ألغي نص استثماراتي، لكن كل استثماراتي ما هشوف والله ما هترك لا جمهور أهلي ولا لاعب أهلي يسوي فينا أي شيء. المرة السابقة عدت الحمد لله، عملنا كم دربنا الفرقة، شدينا عليهم، قلنا لهم المباراة القادمة هي مباراة رد اعتبار، رد اعتبار أي، ولا بد من الفوز، يعني لا يكفي رد الاعتبار، كان عين هيطير، لازم وأطالب فريق الأهلي بعدم وضع هذا اللاعب اللي اسمه مجدي قفشة في السكواد بتاع المباراة القادمة. خلاص يعني احنا خلاص جربنا معاناة الفريق الزمالك الشقيق وجماهيره. احترس يا مجدي يا قفشة. وانا بقول لمجدي قفشة، عندنا في الامارات يعني اندية كتير، اسأل حسين الشحات، العين ويعني عقود محترمة، عقود احتراف ومصاري محترمة، يعني نضع في الاعتبار، ولا نقول زي المصريين نضع في عين الاعتبار، هذه العين السليمة. احنا أشقاء اخوات، اللي حصل هذا بعتبره كبوة لا تقصدون، ولكن المباراة القادمة سوف ترون العين الحمراء إن شاء الله. سنهزمكم مثلما فعلنا مع فريق النصر الكبير. وأكرر شكري لجمهور الزمالك الشقيق، وأوعدكم يا إخواتي يا حبايبي يا جمهور الزمالك يلي بتتعب شديد قوي عشان تهتف في المدرجات لفريق بيراميدز، أوعدكم وسوف ألبي طلباتكم مكتوبة. جات لي طلبات مكتوبة من الكبوهات بتاعتكم بأنواع السندوتشات المطلوبة، وسوف نزود في السالري إن شاء الله. واللي سوف نجده شديد في المدرجات ويشجع بروح وحمية شديدة جدا، عقد عمل في الإمارات سيسر الجميع إن شاء الله. لا تقلقون، هذه مجرد أعتقد ضربة شمس كانت يوم الجمعة، مش ضربة قاضية، لا ضربة شمس يوم الجمعة، وإن شاء الله سنرد الاعتبار يوم 22. سوف ترون أن الدوري بيراميدزاوي. سلام عليكم.